واحد صاحبي لا داعي لذكر اسمه بعد ما اتجوز بخمس سنين وخلف من مراته ولدين، حد مهزأ بعت له صور لمراته بلبس البيت ومحادثات وتسجيلات صوتيه تدينها في شرف، وما اكتفاش غير بان فضيحتها تكون على كل لسان، فبعت نفس المحادثات بنفس التسجيلات بنفس الصور لكذا حد من اصحابه ومن ضمنهم انا. وكانت فجعه بالنسبه لي لان معظم الناس في قريتنا كانوا بيحسدوه عليها ومن اخلاقها وادبها وحسن معاملتها مع الصغير قبل الكبير. وقتها دموعي نزلت من عينيا من الزعل، فقررت ان انا اسكت ومنتظر طلاقهم، لان مش اي راجل في الدنيا هيستحمل الكلام ده على شرفه وعرض، خاصة لما يبقى متردد على لسان القريب قبل الغريب. انتظرت شهر والتاني والتالت لحد ما عدى سنة، والغريبة ان ما شفتش اي رد فعل مش كويس منه، لدرجة انها في خلال السنة دي ما سابتش البيت ولا حتى مرة واحدة. وعدت السنة التانية وربنا كرمه بسفرية بره مصر وتحديدا في السعودية، ومفيش 7 شهور وبعت لها دعوة وسافرت له هي والاولاد، وسمعت انهم حجوا واعتمروا اكتر من مرة، مش مرة واحدة بس كمان. واتفاجئت في اجازة ليهم بعد 4 سنين او يمكن اكتر ان مراته اتنقبت وخلفت ولد وبنت توأم زي القمر. المهم رحت اسلم عليه فحضني جامد وطبطب على كده، واداني تليفون يعدي ال 20,000 جنيه وسجاده وسيب. قلت له مش كتير عليا كل ده؟ قال لي كتير على الناس كلها، انت الوحيد اللي ما قطعتش في سيرتي ولا اتكلمت عني بالسوء، ولا جيت سالتني في مره على الصور اياها والتسجيلات، ولا حاولت تلمح لي مره بطلاق. فوشي احمر لاني كنت مفكر انه ما يعرفش اني من ضمن الناس اللي بعت لهم الكلام ده. فابتسم وقال لي انا عارف كل اللي وصل له الحاجه واحد واحد، وكلهم كانوا فضوليين وعاوزين يعرفوا تفاصيل اكتر الا انا. قلت له انا اكلت معاكم انتوا الاثنين عيش وملح، ومراتك من يوم ما جت هنا وانا بعتبرها اوف، فدي اقل حاجه المفروض كنت اعملها. عيونه دمعت كده وقال لي اقل حاجه بالنسبه لي كانت كبيره جدا على اهلي بالذات نفسه. فطبطبت عليه وقلت له المؤمن دايما مبتلي، والحمد لله انها عدت يا حبيبي، حاول بقدر الامكان ما تجيبش السيره دي قدام اي حد تاني. قال لي عمري ما جبتها قدام اي حد من يوم ما عرفت لحد النهارده، ولكن الناس هي اللي كانت بتتعمد فتحني فيه، فكنت بسكت وما اتكلم لان دي اعراض، اما انت مش اي حد، وصلاحك هو اللي اجبرني احكي لك كل اللي مكتوم في قلبي. وقام فاتح الشات اللي كان ما بينه وما بين الشخصيات وقال لي، فاتفاجئت ان الصور والمحادثات والتسجيلات